تارارم تارارم تارارارم تارارم تارارم. مررت بخاطري فكرة عبرت ظلت الذكرى نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل. دروب قد قطعتيها أفينا البعد أم فيها نسينا عيبنا في الأمس لم نسأل. مررت بخاطري فكرة عبرت ظلت الذكرى نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل. دروب قد قطعتيها أفينا البعد أم فيها نسينا عيبنا في الأمس لم نسأل. ريمي ما اتفقنا نغني سوا؟ ريمي 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 ريمي. جميل جدا. إذا كان هذا بالنسبة لي كابتن ماجد وريمي، يعني هم أغاني حتى والواحد قلت يكبر لكن هو يبقى دائما يحن إلى زمن الطفولة ويحن إلى هذاك الزمن اللي كنا نحن صغار ونحن يعني نتفرجوا نروح نتسابقوا حتى للبيوت نحن حتى ما تفوتنا ولو لحظة من كابتن ماجد أو حتى رسوم متحركة أخرى. إذن بالحديث عن مركز الزهرة يعني بدنا تفصيل أكثر، الدوبلاج بين ربما كتابة كلمات بين الألحان، كيف يعني يلقى طارق محمد العربي طرقان نفسه؟ هلا أنا حاليا كموظف سبيس تون مستلم كصوت رسمي للإعلانات فواصل، بالإضافة للتلحين الفواصل بنساويها لعيد الأم رمضان بالعيد، بالإضافة لغناء الشارات اللي من عم دبلجة جديد وغناء الأغاني الداخلية اللي بتكون داخل الأعمال. فيما يتعلق ذكرت عن شهر رمضان الكريم، أكيد يعني الوالد الكريم وحضرتك يعني كل مناسبة عندها يعني أغنية مخصصة يعني لهذه المناسبة. هلا إن شاء الله في أغنية عم نشتغل عليها وبتطلع ببداية رمضان، خليها مفاجأة إن شاء الله، يعني ما حد تكشف عليها الآن. إذا فيما يتعلق الآن نروح دائما إلى زمن القديم. في زمن ربما في فترة معينة كنا نعاود نذكر أنه الكلمات دائما كانت عندها معنى وكانت عندها ربما هدف، أما الآن تغير كل شيء، يعني لماذا يعني هذا يعني مش مثل هذا؟ لا لأنه العمل نفسه الأعمال تغيرت، يعني من زمان كان في أعمال إلى قيمة إلى هدف برا عند الشركات الأم اللي نشتري منها سواء باليابان أو هلا حتى هني عم بينتقدوا، يعني الشعب الياباني أو الأمريكي وكذا عم بينتقد الشركات إنه ما عاد في أعمال إلى قيمة مثل قبل. يعني مثلا كان في بنشوف 20 عمل 3 منهم صالح إنه ناخده ونحطه بسبيس تون. هلا من 20 عمل يا دوب واحد يكون صالح ليدبلج. يعني بجوز نجيب عمل 30 حلقه يصير 25 على النقطه، عم نعمل اعداد الرقابه اللغويه، الاخلاقيه، التربويه، العائليه. هذا كله نحن متميزين فيه كسبيس تون كمركز الزهره. جميل. يعني حنعاود نرجع الى ايضا الى جو الغناء وجو يعني قمت بجولات عديده خارج دبي وخارج سوريا، يعني جولاتكم الفنيه انت والوالد الكريم اين سوف تكون بحول الله؟ لا احنا اخر وحده كانت في دبي، كوميك كون دبي. ومن اسباب زيارتي لهون كمان ان شاء الله اي في الجزائر يعني في عمل. الجزائر من اول شيء بلدنا. جميل. من اول شيء هلا عم حاول لسه يعني نعمل تواصل اتصالات لنشوف وين المكان والتاريخ. لأنه في الجزائر قليل يعني في هذا يعني المجال في الجزائر يعني غير موجود، يعني وإن صح التعبير كاين موجود لكنه قليل جدا ويعني غير ظاهر. ان شاء الله هلا قلت لك مثل بدنا نحاول نحن بعد رمضان، هلا فتره رمضان الكل شغل او سفر او هذا، وان شاء الله بدي احاول زياره ثانيه كمان بعد رمضان للجزائر للتواصل مع الناس، نشوف المكان، التاريخ، شو الاغاني. نعرفهم انه وصلنا جزائريين سوريين طبعا، ونفس الحفلات اللي سويناها بكوميك كون دبي او الكويت او قطر، الشباب اللي اجوا هن عمري وبعمرك. جميل. يعني اللي ربيوا على الاغاني، انا ربيت على الاغاني. لو طارق مو ابي او كذا كذا راح اروح احضر، راح اروح غني. جميل. لا يرجع الولد اللي بجوباتي يطلع يعيش يعني مره ثانيه. جميل. بدون اطاله نعاود نرجع نسمعوا المشاهدين اغاني قديمه ان صح التعبير موكلي او سيمبا ولا موكلي.
هل شاهدتم ذئبا في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذاه؟ سيمبا 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 قادم سيمبا جاء، سيمبا عند تلي بين قطعان ضباها، سيمبا قادم سيمبا جاء، سيمبا عند تلي بين قطعان ضباها، سيمبا. نعم جميل. إذا بدون إطالة فقط نحن نروح الآن إلى الأغنية الثانية يا موكلي. موكلي. نعم. شو كانت أولها؟ في الغابة قانون يسري أيوة. في كل مكان. في الغابة قانون يسري في كل مكان، قانون لم يفهم مغزاه بنو الإنسان. ساعد غيرك لو تدري ما معنى حب الغير، ما أجمل أن تحيا في الأرض بلا نكران. موكلي. في الغابة قانون يسري في كل مكان، قانون أوجده البشر ونسوه الآن. إخلاص حب دافئ عيش فطري هانئ، لا ظلم ولا غدر ولا خوف ولا أحزان. موكلي. جميل جدا. طيب محمد العربي طرقان ملحن والصوت الرسمي لسبيستون، شكرا جزيلا على تواجدك شكرا معي. لك على الاستضافة الحلوة. شكرا. وكثير سعيد بشوفتكم وشوفت كل الأصدقاء والعائلة بالجزائر. قلت لك أنا جزائري الحمد لله. أبا عن جد، بس أول مرة طلعت الجزائر كنت لسه رضيع 6 شهور 3 شهور. هلا هي ثاني مرة الحمد لله. ولسه في كثير إن شاء الله. إن شاء الله بحول الله. الله إذن يخليكي. فقط كلمة للجمهور وكل متابعي قناة الشروق نيوز بتمنى لكم، ومحبي أيضا بالخصوص محمد العربي طرقان وطارق العربي طرقان، بتمنى لهم كل الخير والتوفيق وأيام حلوة وسعيدة مثل اللي كانوا يعيشوها ونحن لما كنا صغار، هن ويلي تجوز منهم وبده يتجوز أولادهم إن شاء الله. شكرا لك عفواً يا محمد هلا. العربي طرقان. مشاهدينا إذا كانت هذه فقرة ونشرة ثقافية نهار اليوم. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. أترككم مع هذه الأغنية التي اختارها ضيفي الكريم محمد العربي طرقان. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. نبدأ بروميو. روميو. حلمنا نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشناه. نستسلم لكن لا، ما دمنا أحياء نرزق، ما دام الأمل طريقا فسنحياه. روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء، يعرف كيف يجابه الأيام. روميو صديقي علمنا معنى الوفاء، علمنا ألا نخشى الآلام، علمنا ألا نخشى الآلام.